أثارت أغنية زيد الملك زيد زيد ضجة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها المغاربة بشكل كبير منذ حوالي أسبوع. وقالت رشيدة رضوان رئيسة فرقة الأحباب العونيات إن الأغنية قديمة منذ عهد المرحوم الملك الحسن الثاني، وشددت على أنها لا تنتظر وساما من الملك بل تريد السلام. وأضافت رئيسة فرقة الأحباب العونيات كطلب من الملك إلى هاد الناس ما بغوش يخدموا يدير شي زلزال سياسي. كما أفصحت رشيدة رضوان عن قصة كلمات أغنيتها المستوحاة من واقعة محاولة فاشلة لابنها الذي لم يتجاوز العشرينيات من عمره الهجرة إلى الديار الأوروبية عن طريق التهجير السري نحو السواحل الإسبانية. وكشفت رشيدة في تصريحها بأن قصة محاولة ابنها الهجرة إلى الديار الأوروبية والتي انتهت بحادث أصيب به على مستوى قدمه بمحطة إنزغان بعدما دهسته عجلة حافلة لنقل المسافرين كان سببا في إعادة صياغة كلمات أغنية الشعبية التي أصبحت معروفة بعنوان الملك زيد زيد، والتي حاولت من خلالها ذات المغنية الحديث عن نتائج السياسات الحكومية التي سببت تأزما للأوضاع الاجتماعية بالبلد وارتفاع نسب البطالة وضعف الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة، ودعوة صريحة للملك محمد السادس للنظر لمخلفات التقصير الذي ينهجه المسؤولون في حق الشعب المغربي.